السلام عليكم. اليوم بدي أقدم لكم كيكة الأعياد، سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة بكل بيت. أنا عندي 3 بيضات بأضيف لهم معلقة صغيرة من الملح وبخفقهم، بستمر بالخفق حتى يرتفع الخليط ويصبح لونه أبيض وفي بقلبه رغوة. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مع مشاهدة كاملة وتعليق ولايك. مع تحيات قناة كول وتهنى مع إيمو. ببرش قشر ليمون برتقال أو قشر ليمون حامض أو الإسنان معا منشان زنخة البيض، وأضيف أيضا ملعقة صغيرة من الخل لقتل زنخة البيض، وأيضا 3/4 كوب سكر، وكوب وربع دقيق، ربع كوب زيت نباتي، بخفق الخليط مع بعضه. استمر بالخفق حتى يعطيني اللذاذة المطلوبة. عزيزي المشاهد، بتمنى تكتب لي بالتعليقات من أي بلد بتشاهدني، أكون سعيدة بذلك. أنا هون بضيف منشان أعطي نكهة لذيذة مميزة للكيك، بضيف ظرف نسكافيه وبقلب حتى يمتزج النسكافيه مع الخليط. أنا بضيف معلقة كاكاو لإعطاء الكيكة نكهة مميزة فيها نسكافيه وكاكاو. ولما بتقدميها أنت لأصحابك لمعارفك بأي مناسبة بالأعياد، أكيد بدي يسألوك شو هالطعمة اللذيذة والمميزة بالكيك. بتمنى تجربوها، لهالطريقة كتير كتير طيبة. نستمر بالخفق حتى أحصل على اللزاجة المطلوبة أو القوام المطلوب. هذا هو القوام المطلوب لعمل الكيكة. هلأ أنا بعدين بحضر الخطوة الثانية. صينية الخبز بحط بقلبها قليل من زيت النباتي وبدهن الصينية فيها، بعدين بحط عليها ورق الخبز. ليش أنا بدهن الصينية بالزيت؟ حتى تلزق الورقة وما تتحرك لما أنا بدي صب الخليط عليها. بعدين أنا بعد ما صبيت الخليط مده بشكل متساوي في الصينية بالفرن. أنا بكون مسخنة الفرن قبل ب5 دقايق. بحط الصينية بالوسط، مشعل من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200 أو حسب درجة حرارة الفرن لديك لمدة 17 دقيقة. هون بعد خروج الكيكة من الفرن بقطعها أنا 4 قطع مثل ما انكم شايفين. ملاحظة مهمة، أنا الكيك لاحظته إنه طلع سماكته كتير قليلة. أنا بدي إياه هيك لأنه هيدا ما مثل أي طريقة الجاتو المرتفخ. هيدي بدها تكون هيك سماكته رفيعة جدا. لا نبدأ بصنع الكريمة. بجيب ليمونة حامضة وبعصرها، وهيدا الليمون الحامضة اختياري وليس إجباري، ولكنها بتعطيها نكهة مميزة للكريمة. وبحط فوق الليمون الحامض أضيف كوب من الحليب المكثف وكوب كريمة سائلة
وبخفقن بشكل مستمر حتى نحصل على لذاذة الكريمة اللي كلتنا منعرفها. بعد ما خلصنا خفق الكريمة وطلعت مثل ما بدنا، هلأ أنا بدي جهز الكيكة. أنا في المرحلة الأخيرة لتجهيز الكيكة. أنا مثل ما شفتوا قطعت الكيكة الرفيعة، يعني حجمها رفيع، قطعتها 4 قطع. أنا حطيت بس 3 قطع فوق بعضهم، وبين كل طبقاتهم، بين كل طبقة وطبقة حطيت كريمة، وبعدين غلفتها بالكريمة للكيكة كلها أو للطبقات كلها. مثل ما انكم شايفين الكريمة غطيت الكيكة بالكريمة. والطبقة الرابعة أنا ما حطيتها فوق منهم. شو عملت فيها؟ طحنتها وبشكل ناعم، تكون ناعمة منشان زين فيها الكيكة. يعني بدي غطي الكيكة ببودرة الكيك. تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل. هذه هي نتيجة طحن الكيك. أنا بدي إياه يكون ناعم بهالشكل. هلأ بغطي الكيك كلها ببودرة الكيك من جميع الجوانب، ومن فوق ومن جميع الجوانب بغطيها بشكل كامل. أما تزيين الكيك مثل بدي قلكن هو بيرجع حسب الرغبة. أنا حبيت زين بهالطريقة، وإنتي كمان وغيرك ممكن يزين مثل ما بحب، ولكن أنا حبيت زين بطريقة سهلة وسريعة. هلأ أنا الكريمة اللي خفقتها كمان بدي غطي فيها الكيكة بشكل كامل. منغطي الكيكة بشكل كامل. بعدين زينة الكيك حسب الاختياري. للزينة أنا حطيت جوز الهند الملون، وطريقة جوز الهند الملون موجودة على قناتي لمن يرغب. هذا هو الشكل النهائي للكيك. بتمنى يعجبكم، تكتبولي بالتعليقات إنكم جربتوه وعجبكم. طريقة سهلة وسريعة، ما تعذبت أبدا، يعني ما حطيت شغلات يعني زيادة، كله موجود بالبيت عندكم. شوفوا الشكل كتير كتير طيب. بتمنى تجربوه. طيب كتير مع شاي، مع قهوة. وأكيد لما بتقدموه لضيوفكم بده يسألوكم شو هالنكهة المميزة الموجودة بالكيك. وصفتي خلصت، بتمنى تعجبكم.